السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر محمد سالم. النهاردة ان شاء الله هنكمل زمن ال present perfect. في part 1 كنا شرحنا زمن ال present perfect في الجملة المثبتة والجملة المنفية والسؤال، وخدنا ال keywords بتاعته since و for و ever و never. النهاردة ان شاء الله هنكمل part 2 وهناخد already وهناخد yet. يلا بينا نقول بسم الله. الاول لازم نراجع على زمن ال present perfect التكوين بتاعه. فبيقول لي في الافيرماتيف، يعني في الجمله المثبته في الافيرماتيف statements الجمله الخبريه المثبته في زمن ال present perfect، لو الفاعل عندي I او we او you او they او اسم جمع هياخد have والpast participle اللي هو التصريف الثالث. لو عندي he او she او it او اسم مفرد هياخد has والpast participle اللي هو التصريف الثالث. طب في النيجاتيف statements في الجمل الخبريه المنفيه، لو الفعل عندي I او we او you او they او اسم جمع هياخد have not اللي هي haven't plus past participle. طب لو عندي he او she او it او اسم مفرد ياخد has not اللي هي hasn't plus past participle اللي هو التصريف الثالث. كده احنا حاولنا نراجع على جزء اخدناه في الفيديو الاول. لو انت ما اتفرجتش على الفيديو الاول هسيب لك رابط ليه، خش اتفرج على مين، على زمن ال present perfect الجزء الاول. طب النهارده عندنا مين بقى؟ عندنا قاعدة yet او من الكيوردز المميزة لزمن ال present perfect هي yet yet بمعنى حتى الآن. ده في زمن مين؟ ال present perfect المضارع التام. طيب بيقول لي yet means at any time until now، في أي وقت حتى الآن، حتى الآن. الفورميشن بيقول لي أنا بستخدم yet في حالتين. بيقول لي we use it at the end of negative statements، بنستخدمها في نهاية الجمل المنفية. فبجيب الأول السبجكت وبعد كده haven't أو hasn't عشان الجملة نفي في زمن ال present perfect haven't و hasn't والتصريف التالت. بعد كده بجيب ال PP اللي هو past participle وحط في الآخر yet. فبقول له she hasn't been to another country yet، يعني هي عمرها ما راحت دولة أخرى حتى الآن. يبقى هنا جبنا yet في آخر الجملة المنفية. في زمن ال present perfect يبقى hasn't والتصريف التالت. تاني استخدام ليت اللي we use it at the end of yes or no questions، يعني بستخدمها في نهاية السؤال اللي إجابته ب yes or no. طب السؤال اللي في نهايته اللي بإجابته yes or no بدايته مين؟ بدايته يا have يا has. هجيب have أو has، بعد كده السبجكت، بعد كده الباست participle، وفي الآخر بحط مين؟ yet. أقول له has she learned a musical instrument yet، هل هي تعلمت آلة موسيقية حتى الآن؟ لو تعلمت أقول له yes، لو ما تعلمتش هقول له no. تاني keyword النهاردة هنستخدمه اللي هو already. already means before now، تعني قبل الآن or before a particular time أو قبل وقت معين. بيقول لي تستخدم already بمعنى بالفعل أو مسبقا. طيب بنستخدمها في إيه؟ قال لي we use it at the end of the sentence، نستخدمها في نهاية الجملة. فاجيب الأول السبجكت بعد كده have أو has وتكملة الجملة وأحط في الآخر مين؟ already. أقول له she's أو she has played in 2 concerts already، يعني هي بالفعل لعبت في حفلتين موسيقيتين. بيقول لي كمان we use it before the main verb، يعني ممكن استخدمها قبل الفعل الأساسي، يعني ما بين have و has والتصريف الثالث. تستخدم قبل الفعل الأساسي أي تأتي بين have و has والpast participle التصريف الثالث للفعل. ناخد مثال بيقول لي she has already، هي بالفعل written a book of a short stories، يعني هي بالفعل كتبت
أو ألفت كتاب للقصص القصيرة، ويمكن أن تأتي already في نهاية السؤال. الله، حضرتك لسه قايل لنا إن يت هي اللي بتيجي في آخر السؤال. اللي برضه already ممكن تيجي في آخر السؤال، بس ليها شرط: إذا تبين أن الفعل قد تم في إطار دهشة أو تعجب. لو واحد بيتعجب من فعل شيء فبستخدم already في آخر السؤال. تعال ناخد مثال كده. بيقول لي have you finished the exam already؟ هل انت بالفعل انتهيت من الامتحان؟ you are excellent. بص هنا you are excellent بعدها exclamation mark فيها تعجب. يبقى لو عندي جملة بتعبر عن التعجب فبحط كلمة already في آخر السؤال. تعال نحل كده exercise بسيط على زمن ال present perfect. فبيقول لي I haven't finished my homework. هنا عندي haven't finished، ده هنا جملة منفية في زمن ال present perfect. ازاي في آخرها already؟ لا، جملة منفية في زمن ال present perfect يبقى في آخرها yet. يبقى الإجابة بتاعتي الصحيحة I haven't finished my homework yet. أنا لم أنتهي من الهومورك بتاعي حتى الآن. اللي بعدها بيقول لي رشا not seen her mom since. أخدنا المرة اللي فاتت في الفيديو اللي فات إن for و since من علامات زمن ال present perfect. طب قبلها مين؟ قبل since have و has والتصريف التالت. عايز أقول له إن رشا لم ترى والدتها منذ أن كان عمرها 5 سنوات. واتفقنا المرة اللي فاتت إن since ممكن يجي بعدها بداية الحدث أو زمن past simple. فهنا since يجي بعدها was 5 years old منذ 5 سنوات زمن past simple، فقبلها مضارع تام. عشان كده قال لي hasn't seen، hasn't plus past participle. هيثم create an app already. لسه قايلين دلوقتي إن already بتيجي في آخر الجملة المثبتة في زمن ال present perfect. طب هيثم هياخد مين؟ has created. رامي is hungry. رامي جعان because he لأنه ما أكلش حتى الآن، ما أكلش الغداء حتى الآن. يبقى he hasn't eaten. يبقى he hasn't eaten lunch yet. هنا بيقول لي does she clean the house yet؟ لقيت عندي في آخر السؤال yet، يبقى ده present perfect. يبقى أقول له has she cleaned. has she cleaned. have و has والتصريف التالت. طبعا في السؤال هجيب has والسبجكت بتاعي اللي هو she والتصريف التالت. نكمل. amazing amazing. هنا في دهشة لأن عندي كمان exclamation mark. المستر قال لي أدام في دهشة وعايز كيبورد من الكيبوردز بتاع زمن ال present perfect في آخر السؤال، يبقى أكيد already. يبقى have you done your homework already؟ هل أنت بالفعل عملت الهومورك بتاعك؟ طيب the boy already boy. إزاي؟ المفروض أقول له the boy has already bought، لأن already من علامات زمن ال present perfect، ودام جت في نص الكلام يبقى هيجي قبلها يا have يا has وبعدها تصريف تالت. فالإجابة الصحيحة the boy has already bought vegetables from the market alone. يعني الولد بالفعل اشترى خضروات من السوق لوحده. اللي بعدها number 8 he has. طبعا هنا apostrophe s عشان عندي already، يبقى هنا apostrophe s اختصار has. يبقى he has وعايز تصريف تالت. التصريف التالت من كلمة learn، يا إما learned يا إما learned، لأن فعل منتظم أو غير منتظم. يعني learn لها تصريفين، يا إما تصريف منتظم فبحط لها ed، يا إما تصريف غير منتظم فبقول له learned. they have seen. they have seen عايز كيبورد من الكيوردز بتاعت زمن ال present perfect، يبقى يا إما already يا إما just. فهنا هقول له they have already seen Cairo by night، يعني هم بالفعل شافوا القاهرة بالليل. I have already يبقى هنا have ومعاها past participle. التصريف التالت من كلمة come
come came come. هروح على نمبر 11 بيقول لي wonderful وبعدها exclamation mark. لقيت هنا عندي دهشة، يبقى هنا عندي في الآخر already. لما الاقي دهشة يبقى في آخر السؤال already. لما الاقي دهشة يبقى في آخر السؤال already. لما الاقي دهشة أو الاقي exclamation mark علامة تعجب يبقى في الآخر already. they have played since. لقيت since ولقيت قبلها present perfect يبقى بعدها past simple يبقى arrived. يبقى هم بيلعبوا منذ أن وصلوا. she has been deaf أو deaf، الاتنين النطق بتاعهم صح، يعني هي عندها صمم يعني مش بتسمع. يبقى هنا عندي has been يبقى معاها هنا since ومعاها السنة اللي بدأت فيها المعاناة دي يبقى since. they have وعندي designed have و has وبعدين تصريف تالت. تمام. they have أو they have already designed يعني هما بالفعل صمموا الكوبري but haven't finished yet، بس لم ينتهوا بعد. has سيد phoned his father يبقى في الآخر yet، في آخر السؤال yet في زمن ال present perfect. إذا ما فيش دهشة يبقى yet، في دهشة أو في exclamation mark علامة تعجب يبقى في عندي مين already. برضه بنكمل ال present perfect. they visited the Egyptian museum yet، لقيت في آخر السؤال yet يبقى عندي have has في أول السؤال. طب أنا عندي they هتاخد مين have، يبقى have they وعندي visited هنا past participle تصريف تالت. she hasn't والتصريف التالت. طب التصريف التالت من كلمة have had يبقى she hasn't had her breakfast yet. اتفقنا ان يت في آخر الجملة المنفية وآخر السؤال. شيماء has already have و has والتصريف التالت من كلمة cut هو cut. you played tennis هقول له have you played عشان played هنا past participle يبقى قبلها يا have يا has. I haven't والتصريف التالت عشان عندي في آخر السؤال yet يبقى I haven't eaten a snack yet. أنا ما أكلتش وجبة خفيفة حتى الآن. الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى انتهينا من زمن ال present perfect. خدنا في الفيديو الأول how to make sentences، ازاي نعمل sentences affirmative و negative، وخدنا كمان how to make questions yes or no questions و WH questions، وأخدنا الروابط أو أخدنا الكيوردز بتاعته اللي هي since و for، وفرقنا ما بين since و for، وأخدنا كمان ever و never، وعرفنا ان ever بتيجي في السؤال و never بتيجي في الجملة المنفية بدل النفي. والنهاردة بفضل الرحمن أخدنا رجعنا على ال present perfect وأخدنا already وأخدنا yet، وعرفنا ان already بتيجي في آخر الجملة المثبتة وممكن تيجي في آخر السؤال بس لازم يكون في دهشة أو يكون في تعجب. وعرفنا كمان ان ممكن already تيجي في نص الكلام بس يجي قبلها have و has وبعدها تصريف تالت. وعرفنا ان yet بتيجي في آخر الجملة المنفية وآخر السؤال. بفضل الله سبحانه وتعالى انتهينا، بس في كمان في الديسكريبشن في اكسرسايز جميل، ياريت كل الأولاد تحل الاكسرسايز وتبعت لي الإجابات وأنا أصحح لهم إن شاء الله. اللي ما شافش الفيديو الأولاني هبعت له كمان الديسكريبشن بتاع الفيديو الأول، ياريت يتفرج عليه عشان يبقى كده كمل زمن البريزنت بيرفكت كامل. كان معكم مستر محمد سالم، اشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.